يا هلا بالمزاجنجية. فيلمنا بيبدأ بنهر الحياة، ودي الملكة سنغامي مطعونة بسهم في ظهرها، وفي ايدها طفل وبتحاول تهرب بيه من جنود بيجروا وراها، وبتتضرب منهم وبتضرب ده بالسهم اللي كان في ظهرها. وبنشوف قرية من بعيد منورة، وبتقرر تروح القرية دي، ولكن من شدة اندفاع المية بتاعت الشلال بتقع في المية، وبتفضل تدعي وتقول انها غلطت علشان كده لازم تموت. ولكن الطفل ده ملوش ذنب، والطفل ده لازم يعيش علشان ينقذ مامته اللي منتظراه وعلشان شعبه، وبتضحي بنفسها علشان الطفل يعيش. ولما النهار بيطلع بتيجي سينغا وجوزها ومجموعة من القرية بتاعتهم، وبيسمعوا صوت الولد وهو بيعيط، وبينزل واحد منهم ينقذه ويطلعه ويديه لسينغا، وبتقول لهم الطفل ده ابني وانا مخلفتش وهاخده ربيه، وبتسميه شيفا. وبتمر الايام وبيكبر شيفا، وبيحاول يتسلق الصخر فوق الشلالات، وبيسألها ايه اللي فوق الشلالات، وهي علشان خايفة عليه ده يطلع فوق، فبتخوفه وبتفهمه ان فوق جن ووحوش، وبتحذره انه ما يحاولش يطلع. ولكن بتمر السنين وبيكبر الولد وبقى شاب، وفي كل مرحلة من المراحل عمره كان بيحاول يتسلق الجبال ويطلع فوق الشلالات، لحد في يوم من الأيام يقع عليه قناع من فوق الشلالات. بيكون قناع خشب، ويبطل يتسلق الجبال، لكن بيفضل طول الوقت بيفكر في القناع ده لحد ما يقدر المرة دي انه يتسلق الجبل ويطلع فوق الشلالات. واول ما بيطلع بيشوف افنتيكا وهي بتجري من الجنود، وبيكونوا عاوزين يقتلوها، لكن هي بتجري على مكان معين، وبيكون الجنود بتوعها مستخبين هناك، وبتطلب من كاشي انه يرمي لها السيف، وبتقتلهم كلهم هي واصدقائها، وبتروح لزعيم القبيلة بتاعتهم وبتقول لهم انها وبيقول لهم ان احنا هنا مش لازم نحزن، احنا هنا لازم ننفذ الوعد اللي اخدناه على نفسنا، وهو تحرير الملكة بتاعتنا ديفيسيانا اللي حبسها الملك في القصر. وبيكون شيفا واقف مستخبي وبيبص عليهم، وبتقول افنتيكا للزعيم انها سمعت ان في راجل صالح اسمه كاتبة ممكن يساعدهم في تحرير الملكة. الزعيم يقول لها هو فعلا راجل صالح لحماية عرش مهيشماتي، وده كاتبه وهو محارب قوي جدا محدش بيقدر عليه. وبيقول له امير من الامراء ادفع كام مقابل حريتك، لكن هو بيقول له حريتي ملهاش تمن، وهو بيقول له حريتي ملهاش تمن لان اجدادنا اتعهدوا ان اي حد يتولد من عشيرتنا لازم يخدم عرش مهيشماتي. وبتروح افنتيكا على ضفة النهر علشان تغسل ايديها، لكن بتنام غصب عنها، ويستغل شيفا انها نايمة وبينزل تحت المية وبيرسم لها وشم على ايديها. والزعيم بيقرر انه يدي لافنتيكا فرصة انها هي اللي تنقذ الملكة. راحت افنتيكا للزعيم علشان يربط على ايديها السلسلة، لكن اتفاجئ الزعيم بالوشم اللي على ايديها، وقال لها انت اهتميتي بجمالك اكتر من المهمة، علشان كده انت مش هتنفذي المهمة دي. وبتحزن وكلامه بيوجعها قوي لدرجة انها دمعتها بتنزل على ايده، وبتقول له لازم تكون حاسس باللي جوايا وان مفيش حد هينفذ المهمة دي غيري. فبيتراجع الزعيم عن قراره وبيقول لها قدامك يومين هتنفذوا فيهم المهمة. وده بيلديف ملك عرش مهيشماتي، وهو شخص قوي جدا وبيدخل معركة مع الثور ضخم جدا، لكن هو بيقدر على الثور وبيوقعه وبيلف ظهر الثور، ويقوم الثور تاني ويكون هيقتل بيلديف، ويجري كاتبة علشان ينقذه، وبيضرب بيلديف الثور ويخلص عليه. وبيروح كاتبة ويقول له إن واثق إنك بتكرهني من كل قلبك، بس إزاي بتضحي علشاني مش فاهم، وعلشان إنت عملت كده اطلب مني أي طلب وأنا هنفذهولك. وبيقول له كاتبة أنت حبست ديفستيانا من 25 سنة، وبيطلب منه إنه يحررها، ويقول له أنا وعدتك إن هنفذ لك أي حاجة تطلبها، علشان كده خد السيف وروح حررها واقتلها. ولكن هو بيرفض إنه يقتلها، وبيروح بلديف عندها في المكان اللي هو حابسها فيه، وبيقول لها انت فضلتي بهبالة عليا انا واتجوزتيه وهو ما بقاش موجود ولا حد من الشعب بقى فاكره، وانت هتفضلي تتعذبي كده لحد ما تموتي. وبيسيبها ويمشي، وهي بتفضل تاخد فروع شجر صغيرة وعيدان مرمية على الارض وتجمعها وتحطها في مكان ده. وبيجي لها كاتبة وبيقول لها انت لازم توافقي علشان اقدر احررك، وهي بتسيبه وتفضل تجمع في العيدان، وهو بيرميها
من ايديها، وبيقول لها انا بكلمك في ايه وانت بتعملي ايه؟ قالت له انت فاكر بجمع الحاجات دي علشان انا مجنونة؟ لا، انا بجمعهم علشان العيدان دي هم اللي هنولع فيها بلاديف ونحط فيها، لانه ابني هيجي ويحررني ويقتله ونحرقه. وافيدكا قررت قبل ما تروح تنفذ المهمة بتاعتها لازم تقتل اللي رسم لها الوشم على ايديها. وبتلاقي اثر رجليه على الارض، وبتفضل تمشي ورا الاثر رجليه لحد ما بتوصله وبتلاقيه وبتضربه بالسهم لانه عايزة تقتله، بس هو بيستخبى وبيلاقي حفرة فبيغطيها علشان تقع فيها، وبيفتكر انه وقعت فيها لكن بيلاقيها جاية من وراه وبتسأله انت مين؟ وهو بيقول لها انه تسلق الجبال وطلع من فوق الشلالات عشانها، وبيقول لها ان هو لقى القناع الخشبي اللي مخبي جمالها وبيفضل يظهر لها في جمالها. ولما بتبص في المية بتشوف صورتها وبيكون عاجبها شكلها وبتحضنه، وهما الاتنين بيحبوا بعض. وبيجي معاد تنفيذ المهمة بتاعتها، وبتكون مش عايزة شيفا يمنعها من انها تروح، فبتخدره وتمشي وتسيبه. وهنا الجنود دول بيرموا عليها شبكة وبيمسكوها، بس قبل ما يقتلوها بيجي شيفا ويخلص عليهم واحد من الجنود دول، وبيشوف شيفا وبيفتكر انه باهوبالي وبيطلب منه انه يسامحه. وبيبص شيفا بيلاقي مجموعة كبيرة من الجنود جايين عليه، فبياخد افنتيكا وبيهرب بيها، بس افنتيكا رجليها بتتلوي. شيفا بيرمي على الجنود صخرة كبيرة علشان تمنعهم يطلعوا عندهم، والصخرة دي بتعمل انهيار في الجليد، فبيكسر شيفا جزء من شجرة ويقعد عليها هو وافنتيكا، وبيقدروا انهم ينقذوا نفسهم. وشيفا بيقول لافنتيكا انه انت ملكة وانا اللي هنفذ المهمة بتاعت الملكة، وبياخد منها السلسلة ويلفها على ايده وهو يروح بدلها على القصر علشان يحرر ديفيسيانا. وفي القصر بيكونوا عاملين حفلة كبيرة لانهم عاملين تمثال كبير من الذهب على شكل بلاديف، وبيكونوا بيشدوا التمثال بالحبال علشان يوقفوه، بس بيتعبوا وما بيعرفوش يوقفوه وبيقعوا كلهم على بعض، وبيكون التمثال هيقع على رأس عدد كبير قوي منهم. لكن شيفا بيجي ويمسك الحبل وبيشده وبيرفع معاهم التمثال. واحد منهم كان واقع وشيفا يمد ايده علشان يقومه، ولما بيقوم بيشوف وشه وبيفتكروا باهوبالي وبيقول باهوبالي، واللي جنبه بيقول زيه، وبيفضل العمال والشعب كلهم يهتفوا باسم باهوبالي. بلاديف بيكون هيتجنن ومتغاظ وهم عاملين يهتفوا باسم باهوبالي، وبيروح بلاديف وبيجمع الحراس كلهم وبيقول لهم عايز اعرف مين اول واحد قال اسم باهوبالي، وبيرددوا كلهم في صوت واحد وبيقولوا ما نعرفش. لكن شيفا بيكون متخفي في وسطهم في لبس حارس زيهم، وبيقول له انا اعرف مين اللي قال، وبيزقوا الحارس علشان يروح لبلاديف، فبيوقع الموقد اللي فيه النار وبتيجي على ستارة وبتولع في المكان اللي هم فيه. وشيفا بيجري والحراس كلهم بيجروا وراه علشان يجيبوه، وبيلاديف بيطلب من كاتبة ان هو اللي يجيبه له حي. وبيروح شيفا للملكة علشان يحررها، وبيضرب الحراس كلهم وبيكسر الجنازير اللي هم رابطينها بيها وبياخدها على العربية دي، ولكن بيجروا وراه الحراس وبيقدروا يضربوه بالشجرة دي وبيقع من فوق العربية وبيحاصروه. وبيفضل بدارة ابن بلاد يعذب في ديفسينيا، ولما شيفا بيشوفه بيتعصب وبيجمع قواته تاني وبيقوم يضرب الحراس كلهم وبيضرب بدارة، ويجي كاتبة يدافع عن بدارة وبيفضل يضرب في شيفا وشيفا يضربه، وكاتبة ينادي على الحصان بتاعه علشان ياخد السيف منه ويقتل بيه شيفا، ولكن بيمسك الجراب بتاع السيف وشيفا هو اللي ياخد السيف وبيقطع بيه راس بدارة، وبيفضل بدارة يجري من غير راسه وكلهم واقفين يبصوا عليه، حتى بتكون وصلت سانغا وكل اللي معاها وبيكونوا بيتفرجوا عليه. وبياخد كاتبة الرمح وبيجري على شيفا علشان يقتله، بس اول ما بيشوف وشه بيفتكروا باهوبالي وبينزل تحت رجليه وبياخد رجله وبيحطها على راسه، وكل الجنود بيركعوا هم كمان. وشيفا بيكون مستغرب وبيسأله ويقول له انا مين وانتوا بتعملوا كده ليه؟ بيرد ويقول له انت ابن ملكنا العظيم باهوبالي، وديفنيسيا دي تبقى مامتك وشعبه، والشعب كله بيفرح ويحب ويفضلوا يهتفوا باسم باهوبالي. وبكده يكون انتهى فيلمنا النهارده، كتبه منتج منتصر كمال الدين.
إعداد وتقديم عمر عبد العزيز. سلام.